لأ، ما هو مش معقول اللي بيحصل ده، يعني مش طبيعي بجد يعني. في إيه يا ابني اللي جرى لده كله؟ أبدًا يا عم، ده في مسلسل كرتون كده مش عارف اسمه إيه، بيقول لك إن المسلسل ده كل موسم بيقول حاجات في المستقبل، والغريب إنها بتحصل وبتتحقق فعلًا. يا اسطى أنت عبيط، هو في حاجة اسمها كده؟ أنت ذات نفسك بتقول لي إن ده اسمه مسلسل كرتون، واخد بالك؟ والله يا عم زي ما باقول لك كده. طب استنى هابعت لك مقالة موثقة دلوقتي وأنت اقراها مع نفسك. ثانية واحدة. لا وصلت لك دلوقتي، وصلت عندك اهي. اما نشوف يا عم اللي انت بعد. فعلا كلامك صح وما بتهزرش. طب الكلام ده كله معناه ايه؟ هنفهم دلوقتي وهنعرف كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واحبابي في الله، بتمنى انكم تكونوا بخير جميعا يا رب. احداث بنشوفها وبنسمعها كل يوم في افلام ومسلسلات، الغريب مش في كده، الغريب ان هي فعلا بتحصل على ارض الواقع معانا. في سؤال مهم، هل الاحداث اللي احنا بنعيشها كل يوم اللي من مسلسل سين سون متخطط ليها؟ طب هي فعلا لو متخطط ليها، فهم مين اصحاب المخطط؟ مازال لحد وقتنا الحالي المسلسل الكرتوني الامريكي الشهير مسلسل سين سون بيثير الجدل والغموض لحد وقتنا ده، وده كله بسبب التنبؤات الغريبه بتاعته اللي بتحصل في المستقبل. واول حلقات المسلسل ده كانت تقريبا في سنه 1990، واستمر عرضه لمده 30 سنه، وكان اخر المواسم بتاعته في 2019. خلونا نرجع بالزمن لورا كام سنه كده ونشوف التنبؤات اللي المسلسل قالها وفعلا حصلت على ارض الواقع معانا. في حلقة من الحلقات في سنة 1997 بتظهر البطلة ليزا وهي شايلة مجلة مكتوب عليها نيويورك، ونيويورك دي هي ولاية من ضمن ولايات الولايات المتحدة الأمريكية. وللعلم نيويورك دي هي مسرح العملية، وبيظهر رقم 9 اللي هو بيرمز لشهر سبتمبر، وبيظهر رمز البرجين اللي هو بيدل على هدف الضربة من جهة، ورقم 11 من جهة تانية هو كمان، ورقم 11 ده اللي هو يوم الواقع. طب ايه الكلام ده ومعناه ايه؟ احنا مش فاهمين. انا عارف والله انك انت اتلخبطت، بس واحدة واحدة معايا وانا هفهمك كل حاجة. تعالوا بقى معايا اما اشرح لكم وافهمكم واحده واحده، بس عاوزكم تركزوا معايا في كل اللي هقوله. ما فهمتوش حاجه عيدوا تاني من الاول بحيث ان الكلام كله يكون راكب معاكم. في سنه 1997 اتعرضت حلقه من المسلسل وشفنا فيها شويه الالغاز اللي قلناها من شويه. رقم 9 بيدل على شهر سبتمبر، والمقصود بالبرجين اللي هم البرجين اللي بيضموا مركز التجاره العالمي في نيويورك. ورقم 11 اللي هو يوم الواقع، والعمليه اتنفذت في سنه 2001، والحلقه كانت معروضه في سنه 1997. يبقى تاريخ العمليه بالظبط 11/9/2001 على مركز التجاره العالمي. والحلقه اللي اتعرضت في الماضي في سنه 1997 بتحاكي اللي حصل في المستقبل بالظبط في سنه 2001. واللي حصل في سنه 2001 في نيويورك ان كان في جماعه ارهابيه هجموا على البرجين ودمروه. 19 مارس سنة 2000 اتعرضت حلقة من مسلسل سينك سو، وكان عنوان الحلقة بارت تو ذا فيوتشر، ومعناها الجزء الثاني من المستقبل. والحلقة ظهر فيها ترامب وهو عنده 84 سنة في سنة 2030، انه وصل امريكا لأزمة مالية وبقت غرقانة في الديون، وانها كانت بتطلب المعاونة من الصين. وبتنتهي الحلقة بان ليزا هي اللي بتتحمل اعباء رئاسة الولايات المتحدة. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? طب احنا لسه في 2024 والمسلسل اتوقع ان ده هيحصل في 2030. ده طبعا مش كلام اكيد ان هو يحصل، انا معاك ومؤيدك ان هو مش اكيد ان ممكن يحصل، بس معلش بس عايزين نفهم هو ازاي مسلسل الحلقه بتاعته معروضه في سنه 2000 توقع ان ترامب اصلا هيمسك رئاسه الولايات المتحده الامريكيه في 2017.
في الفترة اللي ما بين 2014 و2016 ظهر فيروس اسمه ايبولا، والفيروس ده اعراضه زي اعراض كورونا بالظبط. وفي سنة 1997 بتظهر الام مارجي في حلقة من ضمن الحلقات وهي بتقدم لابنها المريض كتاب، وغلاف الكتاب ده كان مكتوب عليه ايبولا فيروس، وبيظهر في الحلقة ان في قرد نايم في السرير. وفي سنة 2016 بيكتشفوا ان منبع الفيروس هم القرود. في سنة 1998 بيظهر بطل المسلسل سيمبسون وهو بيكتب معادلة رياضية معقدة، وبيظهر فيها رمزي جسيم هيجز المكتشف سنة 2012. ببساطة الحلقة اتنبأت باكتشاف هيكون ليه تأثير كبير في فيزياء الجسيمات. في سنة 1999 اتعرضت حلقة من المسلسل بعنوان بارت افتر دارك، يعني الجزء الذي بعد الظلام. الحلقة اتنبأت بشكل أول ايباد لشركة ابل قبل ما هي تنفذه او تصممه، يعني الحلقة كانت معروضة في سنة 1999 والايباد اصداره 2010. حلقة الربيع العربي واللي اعتبرت واحدة من أكبر المفاجآت اللي عملها المسلسل، والحلقة اتعرضت في سنة 2001 وبيظهر فيها مشاهد حرب مع دولة تانية من دول الشرق الأوسط. فهل هم يقصدوا بالحرب دي دولة معينة ولا دي هتكون حرب عالمية تالتة؟ وأنا بعمل سيرش كده عن الموضوع صادفني الفيديو اللي هعرضه لكم ده للدكتور أحمد نور، فتعالوا نشوفه مع بعض هو بيقول إيه فيه. خليني أسألك بقى سؤال جاي لي، ناس كتير عايزة تعرف إيه حكاية مسلسل سيمبسون. عائلة سيمبسون اه ده نبوءات نوستراداموس متفسرة. نوستراداموس ده كان عراف، شخصية غريبة كده مثيرة للدجل، وكان روسي، وكل اللي قاله حصل انه في احداث برجين 11 سبتمبر، لكن هو تبع ايه؟ تبع الشيطان. هم بقى دي مثلا الحتة دي بتاعت الكسوف. بص يحصل ايه، ركزوا كده، عايزكم تتفرجوا عليها. بصي واحدة واحدة كده، ركزوا من غير صوت، هي مش محتاجة صوت، هي بتحكي عن هي نفسها. بتشرح. فمسلسل عائلة سيمسون ده هو مسلسل بيحكي عن نبوءات نوستراداموس. ونوستراداموس ده قلنا ان هو عراف روسي، قرا بعض البرديات بقى، عمل عهد مع الشيطان، الله اعلم عمل ايه، ان هو جه مصر فترة وعاش فيها، وكل اللي قاله حصل، بس هو كان كاتبه نبوءات على شكل ابيات شعر. لحد دلوقتي مسلسل سيمبسون بيشكل لغز كبير من الغموض بسبب تنبؤات. فهل اللي احنا بنعيشه دلوقتي عباره عن سيناريو متخطط ليه قبل كده؟ مستني اجابتكم وتوقعاتكم كلكم في الكومنتات. ولو وصلت لحد الدقيقه دي من الفيديو فحابب اشكرك من قلبي انك قضيت جزء من وقتك الثمين في انك تسمع الحلقه بتاعتي. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان توصلك الحلقات والفيديوهات اول باول. اشوفكم في حلقه وحلقات تانية كتير. سلام.